صينية رقاق باللحمة المفرومة حاجة كده اللهم بارك. والرقاق بتاعنا مورق وكله طبقات كده فوق بعضها، حاجة كده اللهم صل على النبي. شايفين الجمال وشايفين الحلاوة والتسوية بتاعتنا 10 على 10، زي ما قال الكتاب بالظبط. صينية رقاق باللحمة المفرومة حاجة كده ما شاء الله. شايفين الطبقات وشايفين التوريقة، كل التفاصيل هتلاقوها في الفيديو. تابعوا معايا الفيديو وإن شاء الله يعجبكم ويحوز رضاكم. شايفين الجمال وشايفين الحلاوة، حاجة كده اللهم صل على النبي. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ودايما دايما في جبر خاطر وهنا وسعادة. تعالوا بقى نشوفوا عملنا الفيديو القمر بتاعنا ازاي. في طاسة على النار نزلت كده بالكمية البصل اللي تفضليها، كمان على مكعبين كده او 3 من السمنة البلدي او الزبدة او الموجود عندك. بعد كده نزلت كده برشة ملح. انا دايما بحب اما اعصج اللحمة انزل بالبصل الاول ياخد كده اللون الذهبي اللي هتشوفوه دلوقتي، وبعدين انزل بقى كده باللحمة بتاعتنا المفرومة، وبعدين احط البهارات. كده الطريقة ديت احسن مليون مرة من لما ننزل بقى باللحمة الاول وتاخد صدمة وتبقى البصلة كده مبيضة في الرقاق ويبقى شكلها كده مش لطيف. نزلنا بقى كده باللحمة وقلبتها كده تقليبة. نزلت برشة من الفلفل الأسمر ورشة من جوز الطيب ورشة ملح. ممكن تحط 7 بهارات أو بهارات لحم، بس أنا عشان اللحمة بتاعتنا بلدي مش بحب أنزل عليها ببهارات كتير غير الفلفل الأسمر ورشة من جوز الطيب، علشان اللحمة بتاعتنا يبقى طعمها حلو كده وما تبقاش كلها بهارات. وعمري ما حطيت قرفة مع تعصيقة اللحمة، ولا بحب القرفة اساسا مع اللحمة المفرومة، بتضيع طعمها ومش بنحس كده بطعم اللحمة ولا طعم الرقاق او البشاميل. هنا بقى هنجهز الشوربة بتاعتنا، ومعايا كده مية بتغلي على النار لحد ما فرقت كده. نزلت باللحمة. المرة دي انا حطيت المية تغلي الاول، ما شوحتش اللحمة علشان ايه، هحط قطعة من الماسورة ازود بيها كده الشوربة وتديني كده شوربة كده دسمة عشان الرقاق. نزلنا بقى كده بالتوابل بتاعتنا، وكمان نزلت ببصلاية وطماطماية، وكمان نزلت كده بجزراية وراس بصلاية خضر. صلوا على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. وسبتها بقى كده تغلي، وبعدين نزلت برشة الملح لما دخلت في السوا. وخلاص بقى هنا كده اللحمة بتاعتنا دخلت في السوا، خلاص كده هطفي عليها واسيبها بقى واحضر بقى كده صينية الرقاق. هاخد بقى كده جزء من الشوربة واظبط كده الملح بتاعه، وهنزل برضو برشة من الفلفل الأسمر ومعلقة كده من السمنة برضو عشان تخلي كده الرقاق بتاعنا طعمه حلو. والرقاق بتاعنا هنا رقاق ناشف مش رقاق طري. هنا بقى اقلب بقى كده الملح والفلفل مع بعض، واجيب بقى الصينية بتاعتي كده وادهنها دهنة من السمنة علشان كده الرقاق ياخد كده الارضية بتاعته تبقى محمرة كده وحلو. هنا بقى بنبل الرقاق بتاعنا وهنحط ايه، طبقتين طبقتين، يعني كل ورقتين من الرقاق هنحط بقى ايه كده رشة من السمنة تديله بقى كده التوريقة القمر اللي انتوا شفتوها في اول الفيديو. كل طبقتين ادهنهم كده دهنة من السمن. ايه رأيكم بقى؟ حاجة كده بسم الله ما شاء الله. ان شاء الله طريقتي في الرقاق باللحمة المفرومة تعجبكم، وان شاء الله تجربوها وتنال رضاكم. هنا بقى تاني ورقة من الرقاق برضو امسها بقى كده بالشوربة. بصراحة المعلقة مش سعفان، بس انا بعد كده بقى هعمل بايدي، لان ايدينا هي اللي بتسعفنا، وهي بصراحة بتنقذنا وبتسهل علينا الدنيا. احنا طالما ايدينا في المية وكل شوية نغسلوها، وهنشف ايدي طبعا بالمناديل بعد مسحة السمنة وكده. هنا بقى خلاص ظبطت كده بقى الصينية بتاعتنا والنص الاول من الصينية، وحطيت في الارضية 5 طبقات من الرقاق، بين كل طبقتين مسحة من السمنة او رشة من السمنة.
خلاص بقى كده وصلنا لنص الصينية، ننزل بقى كده باللحمة المفرومة ونسويها بقى كده في ايه، في نص الصينية، ونخليها كده واخدة الصينية كلها من الجوانب بقى ومن الأحرف ومن كل الاتجاهات زي ما انتوا شايفين معايا في الفيديو. بعد كده هحط بقى كده الطبقة الأولى تاني على الوش بقى اللحمة المفرومة. ولو عندك رقاق متكسر، طبعا الرقاق الناشف بيبقى أغلبيته متكسر. هنا بقى هبل بإيدي بقى يا بنات عشان أسعف نفسي، ما يغناش عن ايدينا. بصراحة انا مستغناش عن ايديا، هي اللي بتنقذني وهي اللي بتسعفني. هنا بقى بنظبط كده الرقاق المتكسر ونحطه كده في نص الصينية، شايفين ولا كأنه متكسر. وادهن برضو دهنة كده او رشة من السمنة. هنا بقى حطيت كده طبقتين فوق الرقاق. بعد كده احط بقى كده الطبقتين التانيين واظبط برضو كده بالسمنة زي ما انتوا شايفين معانا في الفيديو. هو ده اللي يديكي توريقة الرقاق زي ما شفتوا في اول الفيديو. لازم الرقاق باللحمة المفرومة يكون مورق كده ويكون زي الفطير. وهتشوفوا كده في اخر الفيديو التسوية بتاعتنا. وطبقات الرقاق ده مش صينية رقاق عادية، لا دي فطيرة. ده الفطير ولا كأنه فطير مشلتت معمول بالسمنة البلدي بقى كده. حاجة اللهم بارك. طريقة ناجحة ومضمونة واخداها من أمي الله يرحمها. كانت الأكل بتاع أمي ريحته كده تجيب لآخر الشارع. وكمان كان يسافر للبلاد، لجميع البلاد، كل الناس كانت تطلبه منها. دخلنا بقى كده الصينية وظبطناها ودخلت الفرن وخدت التسوية القمر من جميع الاتجاهات، من الأرضية ومن الجوانب ومن الوش زي ما انتوا شايفين. حاجة كده اللهم صل على النبي. بعد كده غطيتها بقى كده عشان الوش بتاعها يطرى وانا بقطعه، ما تتقطعش مني او تتكسر مني. بعد بقى كده جبت بقى كده صينية وفرشت فيها كده ورقة من الألمونيوم عشان الصينية دي ستانلس ما تتلسوحش يعني كده من الشواية أو تتحرق من الشواية. وطبعا دهنتها كده دهنة سمنة وطلعت بقى كده اللحمة من الشوربة ورصيتها كده في الصينية. وهحط برضو على وشها رشة من السمنة وادخلها بقى كده تحت الشواية تاخد بقى كده اللون القمر اللي هتشوفوه دلوقتي. شايفين بقى كده وش صينية الرقاق بقى طري كده ازاي، ولما اجي اقطعه يتقطع بكل سهولة. ايه رأيكم بقى في الجمال والحلاوة ديت؟ الاكل بتاعنا او الفيديو بتاعنا حاجة كده اللهم صل على النبي. دخلنا بقى كده اللحمة بتاعتنا في الشواية، شايفين اللون والجمال ولا كأنها مشوية، والطعم اللهم بارك. بألف هنا وشفا يا رب على كل اللي أكل وكل اللي شاف. هنا بقى بنقطع صينية الرقاق بتاعتنا وشايفين لما غطيتها ولما غطيت الوش بتاعها تتقطع معاك بكل سهولة، ولا تتفرفت منك ولا تتكسر منك. بنطلع بقى كده شايفين الجمال والحلاوة. حاجة كده اللهم بارك. يا رب يحسن ما بين ايديا وايديكم وتاكلوها في الهنا ان شاء الله. شايفين العظمة وشايفين الجمال. طريقة سهلة وجميلة وان شاء الله تجربوها وتحوز رضاكم. حاجة كده اللهم صل على النبي. وكل ما تقللي في البهارات والتوابل بتاعتك تاخدي كده نتيجة احلى من لما تزودي بقى كده البهارات وتخلي كده تضيع طعم الاكل. لا خليكي كده يعني في القانون او في الوسط. بهاراتنا لا ملح وفلفل ورشة من جوز الطيب، علشان كده الاكل بتاعنا يبقى طعمه كده حلو ونحس بطعم اللحمة وطعم كده الرقاق. شايفين التوريقة حاجة كده ما شاء الله اللهم صل على النبي. والتسوية بتاعتنا ممتازة. وهنا بقول لكم شايفين لون اللحمة لما كده تصفري البصلة وتخليها تاخد اللون الذهبي، تخلي لك كده لون اللحمة في الرقاق ذهبي كده وحلو مش ابيض كده ومكلح، لا. اللهم صل على النبي. يا رب كده الفيديو يعجبكم واشوفكم على خير. مع السلامة.